السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة سهلة وسريعة، طعمها مميز جدا، السكر بتاعها مظبوط، كل المكونات بتاعتها مظبوطة جدا. وهقولك كمان المقادير بتاعها بالجرام وبالكوباية وبالمعلقة. هقولك ازاي وايه هو المكون السحري اللي يخلي الكيكة هشة بالطريقة دي، وكمان القلب بتاعها اللهم بارك، شايفين؟ ابيض زي الشمع، طعمها حلو قوي. اللون بتاعها مظبوط، لا هي غامقة ولا هي طالعة ناشفة، وكمان الوش بتاعها مش بيلزق. هقولك ايه هي الاخطاء اللي انت بتقعي فيها دي كلها. هقولك التسوية الصحيحة للكيك عشان تطلع معاكي بالشكل الهش الجميل ده، سواء ان كانت الوش من فوق او القاعدة بتاعت الكيكة من تحت. اللهم بارك، كيكة شهية، طعمها مميز جدا، القوام بتاعها مظبوط، التسوية بتاعتها مظبوطة. هقولك المقادير بتاعها زي ما قلنا بالجرام وبالكوباية وبالمعلقة. هقولك درجة الحرارة الصحيحة للتسوية بتاعة الكيك. هقولك كل حاجة خاصة، إذا كان الكيك غامق هقولك ليه، مش منفوش هقولك ليه. تعالوا كده بينا نسمي الله ونبدأ. معانا البولة بتاعتنا فاضية ما فيهاش نقطة سوائل. معايا 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، هنزل عليهم بكيسين أو باكيتين فانيليا باودر، واستغني او ابعدي تماما عن الفانيليا السايله. وهقولك ليه اثناء ما احنا بنشتغل في الكيك. معايا كوبايه سكر تموين، 200 جرام سكر عادي خالص اهوت. اهم حاجه استغني عن السكر البني لانه من العوامل اللي بتغمق الكيكه. وكمان لو عايزه تستخدمي سكر بودر ينفع وهيبقى تمام. هنبدا ان احنا نخلط البيض والفانيليا والسكر مع بعض لحد ما القوام يبقى كريمي ابيض، اللون يعني يفتح بتاع الكيكة. ممكن تاخد معاكي من 10 دقايق او 5 دقايق ضرب. يعني كل ما تضربي في الكيكة كل ما كان افضل ليها. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي عادي او ممكن في الخلاط. هنزل عليها بقى بالمكون السحري بتاعنا، عصرة نص ليمونة، دي بتخلي قلب الكيكة معاكي ابيض زي الشمع اللهم بارك. ممكن نستخدم خل، بس انا المفعول بتاع الليمون اقوى شوية من الخل. معايا نص كوباية الا معلقتين زيت، يعني 80 جرام. نص كوباية 100 جرام هنشيل منهم معلقتين يبقوا 80 جرام زيت. كل ما تضربي في الكيكة القوام بتاعها بيبدأ ان هو يتقل تاني. تمام كده، فما تقلقيش. معايا برتقانية، انا بشرت كده اللون البرتقاني اللي بره، وابعدي عن اللون الابيض اللي هو داخل القشرة لان ده بيمرر الكيكة. وابدأي برضو اخلطي المكونات مع بعضها. معايا كوباية وربع عصير برتقان فريش، 250 جرام. تمام كده، ويفضل ان هو يكون فريش. حابة تستخدمي تانج تمام، بس مش هيطعملك الكيكة بطعم البرتقان اللي هو الفريش. ابدأي اخلطي المكونات بحيث ان هي تتجانس مع بعضها، بحيث ان كل حاجة تتداخل، وبعدين نركنهم على جنب. معانا الدقيق بتاعنا، كوبايتين دقيق، دقيق متعدد الاستخدامات. سعة الكوباية 125 جرام، يعني 250 جرام. هنحط عليهم ذرة ملح، قول 2 جرام. هنحط عليهم باكت كيك شيف، ويفضل ان هو يكون كيك شيف، بلاش تستخدمي بيكنج باودر لان بيبقى الاتنين شغالين مع بعض كويس، اللي هو الكيك شيف. معانا 30 جرام نشا، يعني معلقتين كبار. هنخلط المكونات دي مع بعضها، ونبدأ ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا. انا نخلاه مرة قبل كده بس هنخله للمرة التانية علشان السكر والبيكنج باودر، اسف عشان الملح والبيكنج باودر وكمان النشا. وندخل الهواء في الكيك. واحنا شغالين كده هقولك على الاخطاء اللي انت بتقعي فيها. اولا، قبل ما تشتغلي في الكيكة لازم تكون المقادير بتاعتك كلها بره التلاجة، يعني بدرجة حرارة المطبخ. تمام كده. ثانيا، ابعدي عن الفانيليا السايلة، لان اسانس الفانيليا السايلة ما بيبقاش اللي هو الخام، بيبقى مخلوط بألوان صناعية بتغمق معاكي الكيك. تمام كده. ثانيا، استخدمي محسن كيك وبلاش تستخدمي بيكنج باودر، لان محسن الكيك بيبقى بيكنج باودر ومحسن الاتنين مع بعض اللي هو الكيك الشيف. تمام كده. كيك شيف بيبقى محسن كيك ومنه بيكنج باودر الاتنين مع بعض. تمام كده. الدقيق بقى اي نوعية دقيق انت بتستخدميها، بس اهم حاجة اتأكدي من تاريخ صلاحية البيكنج باودر وكمان الدقيق بتاعي. ثانيا، التسوية للكيك هقولها لك، بس اهم حاجة اخلطي الكيك بتاعك كويس قوي علشان كل الهواء يخش جوه الكيكة، وكمان تلم الجوانب والاطراف. انا بدأت استخدم الاسباتيولا لان في المرحلة دي انا مش محتاجة المضرب، وزي قلت لك لو حابة ان انت تعملي في الخلاط اعملي، بس الكيكة بتاعتنا سهلة
ومش محتاجة اي حاجة. معايا صينية، الصينية دي الصينية الوسط في الطقم، يعني مقاسها 30. في صواني بيبقى مقاسها 26، انا الصينية بتاعتي دي مقاسها 30. لو انت حابة تعملها في 26 هتبقى عالية معاكي شوية. هنبطنها بمعلقة دقيق وشيل الزيادات كلها، استغنى عنها علشان ما تلزقش في الكيكة من تحت وتعملك طبقة غير الطبقة اللي هي الحمراء بتاعة الكيك. تمام كده. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو بتاع النهاردة علشان يشوفوا اكبر عدد ممكن. وكمان حبايب قلب الغاليين اشتراك في القناة علشان يوصلك كل الاشعارات اللي انا بنزلها او الفيديوهات اللي انا بنزلها. القوام بتاع الكيك بتاعنا لا هو تقيل قوي قوي ولا هو سائل قوي قوي، ده القوام المظبوط بتاعه. زي ما قلتلك، انا قلتلك كل المقادير بتاعتها، وكمان هسيبها لك في صندوق الوصف علشان لو انت حابة تعملي الوصفة ورايا وتطلع مظبوطة معاكي. اهم حاجة علشان تحاسبيني على الوصفة صح اعمليها ورايا بالجرامات وهتطلع معاكي اللهم بارك. هنبدأ كده نخبط الصينية بتاعنا خبطتين بحيث ان كل الفقاعات اللي في الكيكة تطلع او الهواء اللي في الكيكة يخرج، علشان تبقى التسوية بتاعتها مظبوطة ويبقى الكيكة كلها شكل واحد وقوام واحد. هجيب خلة كده من بتاعة الاسنان وابدأ ان انا افرغ كل برضك الهواء اللي موجود. والخطوة دي اختيارية بالنسبة ليكي، حابة تعمليها تمام، مش حابة تعمليها مفيش مشكلة. هندخل الكيك بتاعنا على درجة حرارة 180. انا عندي رف كده فوق الشعلة وفوقه كمان رف، بحطه على الرف ده وابدأ ان انا ادخل الكيكة بتاعتي خدت مني 35 دقيقة بالظبط. ما فتحتش عليها الفرن نهائي غير في اخر 5 دقايق فتحت عليها الشواية علشان تاخد الشكل الجميل ده. الكيكة بتاعتنا لونها جميل، السكر بتاعها ممتاز، يعني مظبوط بالظبط بالظبط. لا هي مسكرة قوي قوي ولا هي السكر بتاعها قليل. اللون بتاعها عصرة الليمون عطيلنا لون حلو قوي، وكمان البرتقال مطعمها وعطلها طعم مميز جدا. ودي من الكيكات السهلة اللي مش بتاخد معاك وقت ومجهود. لو انت من الناس اللي الكيك بيطلع معاها مش ناجح، او انت من الناس اللي اول مرة تقفي في المطبخ وحابة تعملي كيكة، يبقى لازم تشوفي الفيديو بتاع النهاردة وتشوفي قلب الكيكة اللهم بارك. جميلة والتسوية بتاعتها مظبوطة والقوام بتاعها اللهم بارك، واللون بتاع القاعدة بتاعت الكيكة زي لون الوش بالظبط. ده دليل على ان التسوية بتاعتها مظبوطة. 35 دقيقة بالظبط طلعت معايا احلى كيكة. المكونات بتاعتها سهلة اقتصادية مش محتاجة منك اي حاجة. لو انت حابة تكبري الصينية شوية تطلع معاكي تحفة. لو انت حابة تستخدمي نفس المقاس اللي انا استخدمته هتطلع معاكي برضو كويسة. واللهم بارك النشا مطعم الكيكة، وكمان الوش بتاعها مش بيلزق علشان انا سبتها تاخد التسوية الصحيحة بتاعتها لمدة 30 دقيقة. ما افتحيش عليها الفرن وما تختبرهاش غير في اخر ال 30 دقيقة. عندك التايمر شغاليه بتاع البوتاجاز، ما عندكيش تبع على التليفون بتاعك واعرفي مدة التسوية بتاعتها وهتطلع معاكي زي الفل. لو انت هتصغري القالب شوية هتبقى الكيكة عالية معاكي، فاديلها بروح شوية في الفرن 5 دقايق. لو انت هتستخدمي نفس الصينية يبقى 35 دقيقة بالظبط هتطلع معاكي احلى كيكة. ومعلش ان كنت طولت عليكم في الفيديو، واتمنى يكون الفيديو ممتع بالنسبة ليكم، مشاهدة ممتعة. دمتم سالمين والسلام عليكم.